السلام مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم لي كاب كيك او لي مادلين بطريقه سهله وبسيطه وغير بجوج البيضات فقط، وكيعطيك واحد الكميه كبيره وبمقادير سهله وبسيطه ومتوجده في اي دار منزليه. بصح الا بغيتي تنجح معك الوصفه تبعي الفيديو من الاول حتى الاخر. وبحال ديما ما تنسيش تابوني في قناتي وما تنسيش تفعيل زر الجرس باش تبقاي توصلي بالجديد. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير والمقادير، خليكم معايا وما تمشيو فين. بالنسبه للمقادير ديال المادلين غادي نحتاج جوج بيضات، نص ليمونه محكوك لها شويه القشره ونص الاخر عصرته. غادي نحتاج شويه ديال الكاكاو المر، وهنايا هذا كوبيل الحلو، وشويه ديال الشكلاط للتزيين. وغادي نحتاج جوج خميرات، وحده بيضه وحده حمراء، ونص كاس ديال الزيت، وجوج المعالق ديال السنيده، والدقيق حسب الخليط. هاد الليمون انا فاش درت عندي هادو ديال السيليكون، جبت هادو ديال الكوارت. ودابا ندوزو للطريقه. دابا غادي ندوزو للطريقه باش نصاوبو لي مادلين ديالنا. المهم في اناء غادي نديرو البيض اول حاجه، وغادي نزيد عليه السنيده، وغادي نحرك العناصر مزيان. هنا بعد ما حركنا العناصر مزيان غادي نزيد واحد الكيس ديال الفاني، وغادي نحرك مزيان. بعد ما حركت العناصر غادي نزيد نص كاس ديال الزيت، وغادي نعاود نحرك العناصر مزيان. بعد ما حركنا العناصر مزيان غادي نزيد الليمون اللي طحنت والقشور ديالو، وغادي نعاود نخلط. بعد ما ساليت غادي نزيد الطحين شويه بشويه، وهنايا واخا درت الطحين راه باقا قاصحه، غادي عفوا باقا جاريه، غادي نعاود نزيد لها شويه ديال الطحين. غادي نزيد غير واحد المعلقه تقريبا ما عمرش باش ما تجينيش قاصحه، وغادي نزيد خميره كيماويه غير وحده صافي، وغادي نخلط العناصر. هنا بعد ما سالينا العجينه، بعد ما قديناها غادي نبدا نعمر بهذه الطريقه. تقريبا غادي نبقى ندير معلقه ونص. غادي نستعمل هذه المعلقه هذه الكبيره شويه، بدلت هذيك الصغيره ما كفاتنيش، غادي نبدا ندير بهذه من الاحسن. هي كما شفتوا قسمت العجينه على جوج. المهم درت هادو بالليمون والاخرين غادي نديرهم بالشوكولا. هنايا غادي نزيد كاكاو المر، وغادي نزيد حتى كوبيل. غادي نزيد هاد الكميه اللي بقات، هي كتعطي المذاق وكتخلي العجينه تجي رطبه شويه. هذا هو الضر ديال الكاكاو الكوبيل. وغادي نخلط العناصر مزيان.
غادي نزيد قطرات الليمون باش تجرى ليا شويه العجينه، ولا ما عندكمش ليمون ديروا الحامض، ولا ما كاينش الحامض ديروا الحليب. انا هنايا درت الليمون. صافي غادي نحرك العناصر مزيان. هنايا بعد ما سالينا لي مادلين ديالنا غادي نزوق هاد الكحل بالشكلاط والبيض، غادي نخليهم هكا. وإلا بغيتو ديروا لهم جزء فيلي، انا هادشي اللي عندي في الدار، ما خرجتش باش نشري. صافي غادي ندير غير الشكلاط وهادي. هنايا بعد ما سالينا المادلين ديالنا، في الوقت اللي كنصاوب انا لي مادلين درت الفران كيسخن، المهم فران ديال الغاز درتو كيسخن. وانتم الا بغيتو ديروا ديال الضو ديروه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب انا راكم عارفين الطريقه ديالي، كنشعل الفران وكنخليه كندير الكيك وكنخليه حتى كنشم ريحه الطياب عاد كنحيدو. صافي هادشي اللي غادي ندير دابا. بعد ما ساليت غادي نديرو في الفران يطيب وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالو. بعد ما خرجنا لي كاب كيك ديالنا، هذا هو الشكل علاش حصلت. عرفتو كيجيو رائعين وناجحين 100%، وغير بجوج بيضات. بصح كما قلت لكم الا بغيتو تنجح معكم الوصفه مزيان ضروري من هاد المول. هاد المول هو اللي كيثبتهم لنا. الا درتيهم هكاك في الكاريط ودرتيهم غير في لاطام ما كيعطيوش هاد الشكل هذا، كيتزلعوا. صافي هنايا غادي نحاول نحيدهم ونديرهم في الطبسيل باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك ديالنا. كيجيو رائعين وزوينين في المذاق وبمكونات سهله وبسيطه، وكنتمنى تجربوهم، راه غادي يعجبوكم. ونتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم والفيديو ديال اليوم يعجبكم. وبسلامه عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.